بعد اذنك يا دكتور، في رمزيه ان الولد من القاع بيطلع لفوق وكذا، كل دي حاجات بين السطور. عشان كده انا ببقى مصر ان انا اقول ان الراجل العظيم ده ما درسش الاخراج السينمائي ولا التكوين ولا وهو علم نفسه بنفسه. في حاجه بس مهمه بعد اذنك يا دكتور، انه هذا المشهد من اشهر مشاهد السينما العربيه. انا شخصيا مش زي ما الناس ممكن تتخيل. انا شخصيا خدت هذا المشهد وحطيته فيلم من افلامي، فيلم الزمهلويه. لما الاب عايز يطرد ابنه لانه اكتشف ان هو بيحب بنت الاهلاوي، فعملت نفس المشهد بنفس المزيكا. ده من ضمن الحاجات اللي انا سرقتها. انت بتقول الماضي توفيق بيه عشان ياخد مني في فيلم الزمهلويه صلاح عبد الله وابنه بيضربه بالقلم وبيقول له اطلع بره بيتي، انت مش عارف ايه، انت ايه. وازاي ان انت بهذا المشهد المحفوظ بتضحك، بس كوميديا سودا، كوميديا سودا في الزمهلويه مش هنا. انه خلاص احنا خلاص بقى يعني مش اللي عايز يتريق بقى. ده من الرموز بتاعت انه ممكن مثلا حد ابوه وامه بيعاملوه وحش فيقول له ايه ده انا مش ابنكم، فيقول له لا انت مش ابننا، ان احنا مش عارف ايه. من كتر ما هذا المشهد بقى مهم ولغايه النهارده. وطبعا حسن الامام وعبد الحليم حافظ وعماد حمدي، ومعمول ازاي والمزيكا عامله ازاي وكل ده، الخلطه دي بتاعت حسن الامام.